طيب احنا ممكن نبدأ وقبل ما الناس تدخل. طيب في البداية كده نتعرف ببعض سريعا. أنا المهندس كريم عماد، بيرفورمانس ميديا باير. طبعا معظمكم شاف الورك شوب اللي كنا عاملينها. مش عايزين ناخد وقت في التعريف كتير. طيب، زي ما ظاهر قدامكم كده على السكرين، احنا الدبلومة بتاعتنا بيرفورمانس ماركتنج. طيب خلينا كده نقول ايه اللي احنا هناخده كتوبكس في الدبلومة دي. اول حاجة عندنا الانترودكشن، يعني ايه performance marketing. هناخد بعد كده البيزنس اندرستاندينج، هنفهم يعني ايه بيزنس، ازاي احلل البيزنس ده واشتغل عليه. سياسات التسعير، الاودينس والتارجتنج بتاعنا، الادز سيستم، وده هنشتغل فيه على ميتا وهنشتغل على تيك توك وهنشتغل على جوجل. الثلاثة بلاتفورمز دول اللي هيبقوا معانا. الكرييتيفز والكونتنت، الداتا والاوبتمايز، ازاي اقرا الداتا اللي عندي وازاي ان انا اعمل لها اوبتمايزنج. استراتيجيات السكيلينج، التوسع والانتشار بتاعي، طبعا غير الفيرتيكال والهوريزونتال اكيد سمعتوا عنهم كتير. لا احنا هناخد حاجات ادفانسد شويه. السيلز فانل بتاعنا، ازاي اعمل رود ماب او ازاي اعمل فانل للبيزنس بتاعي من اول ما الليد او اول ما العميل يدخل لي لحد ما البيعه بتاعتي تتم، سواء سيرفيس او برودكت. وهنتكلم برضو عن الناس اللي حابه تستفيد من الدبلومه دي، سواء ان هي تشتغل فريلانسنج او ان هي تشتغل مع شركات. تمام كده. طيب خلينا كده ناخد اول سلايد معانا. هنتكلم النهارده على الانترودكشن، هنعرف يعني ايه performance marketing، وازاي نقرا او نفهم البيزنس موديل اللي احنا هنشتغل عليه. وازاي تحلل اي بيزنس، سواء انت اونر او شغال على بروجكت، ازاي تبقى فاهمه وتعرف ان انت آه، تحط الماب اللي انت هتمشي بيها في البيزنس ده. طيب خلونا قبل ما نتكلم في الاعلانات او الفلوس، عايزين نفهم يعني ايه ماركتنج اصلا، ويعني ايه performance marketing، وايه الفرق ما بينهم. الماركتنج هو ان انت توصل المنتج الصح للشخص اللي محتاج الخدمة دي او محتاج السيرفيس ده في الوقت ده. ده يعني باختصار جدا تعريف الماركتنج. انا عندي منتج عايز اوصله للعميل بتاعه اللي هو محتاجه في الوقت ده فهيشتريه. طيب البرفورمانس ماركتنج ده نوع من انواع التسويق، يعني ده فرع من فروع الماركتنج، بس الفرق انه مبني على نتائج، وهو باين من اسمه performance يعني اداء. طيب يعني ايه؟ لو انت دلوقتي صاحب مشروع او عندك بيزنس او براند ايا يكن، انت مش هتدفع فلوس علشان الناس تشوف اعلانك وخلاص او يعملوا لايكات. وده معظم المشاكل اللي بتقابل الاونرز لما بييجوا يتعاملوا مع الميديا بايرز او بيطلبوا حد يشتغل ميديا باير معاهم. يبص على نتائج الاعلان، والله انا جبت 5000 لايك وجبت مش عارف 500 شير وكل الكلام ده. صاحب البيزنس ما بيبصش على ده. طب صاحب البيزنس بيدفع في ايه؟ في الاكشن. حد يشتري لو هو بيبيع سلعة، حد يسجل لو في ليدز هو بيجمعها، وحد يبعت رسالة. باختصار انا كصاحب مشروع عايز ادفع فلوس تمشي في ماب، في رود ماب معينة او تمشي في فانل معين تترجم لفلوس. ترجمتها بالنسبة لي ان حد ياخد اكشن يحولها لفلوس. لان باختصار
مفيش نتيجه، مفيش قيمه للي انا بعمله ده. لو انا ما بعتش فمفيش لازمه للفلوس اللي انا برميها، يبقى انا كده عندي حاجه غلط. خلينا نحاول ده كده ناخده بمثال علشان الناس تبقى فاهماه معانا ومستوعباه. لو انا دلوقتي فتحت كامبين هصرف فيها 1000 جنيه. ال 1000 جنيه دول جابوا لي 100 لايك و20 او 30 كومنت و3 شير. ده ميديا باينج، وده ما اسموش بيرفورمانس. طيب لو ال 1000 جنيه دي جابت لي مبيعات، ونركز هنا، مبيعات 10000 جنيه، ده البرفورمانس. وهنا نعرف الفرق، او نقدر نستخلص الفرق ما بين الميديا باير وما بين البرفورمانس ميديا باير. الميديا باير ده شخص بيشغل اعلانات، بيعرف يفتح كامبين، يظبط حملة، لكن ما بيبقاش فاهم النتائج دي على ارض الواقع ترجمتها ايه. وده مؤخرا الشركات ما بقتش عايزاه. عشان كده لو دخلت اي جروب طلبت ميديا باير هتلاقي منه كتير، لان البروسيس بتاعته سهلة. انا هفتح داشبورد، هفتح لك اعلان، هرص اهتمامات حسب البرودكت او السيرفيس اللي انت مديهوني، وهشغل الكامبين، هتصرف 1000 هحط ال1000 بس، وهتابع نتائج. ايه اللي هيحصل بعد كده معرفهاش. واكيد يعني اصل الناس اللي اشتغلت مع ميديا بايرز قبل كده او اشتغلت مع براندات لقت المشكله دي. الميديا باير والله انا دخلت لك رسائل، مش مهم بقى انا ما اعرفش انت بعت ما بعتش، ما يخصنيش. وده ما بقتش الشركات او اصحاب المشاريع بيدوروا عليه، لان اللي انت هتعمله ده انا هقدر اعمله كصاحب مشروع، مش هتضيف لي حاجه. هجيبك ليه وادفع لك تكلفه ليه؟ طيب البرفورمانس ميديا باير ده ما مستوى اعلى، ده بيشغل اعلانات، حلل ارقام، بيحسن نتائج، والمين بتاعه او الهدف بتاعه ان البيزنس ده يفضل يحقق في ارباح للاونر. معايا يا شباب؟ اه، معاك. تمام. يبقى زي ما قلنا كده، كده عرفنا الفرق ما بين الميديا باير العادي او اللي بيشتغل ميديا باينج، وما بين البرفورمانس ميديا باير. الاثنين كجوب تايتل موجودين في السوق، موجودين. البرفورمانس موجود في الخليج من زمان، وبدأ يدخل مصر من سنتين. الشركات بدأت تدور على البوزيشن ده من حوالي سنتين. طيب في حد رافع ايده ولا انا ما تمام. طيب يبقى احنا كده سمري سريع للسلايد اللي قدامنا. المفروض عرفنا يعني ايه تسويق او ماركتنج بشكل عام، ولخصناه في مفهومه، وعرفنا الفرق ما بين التو بوزيشن، وكل بوزيشن بيعمل ايه. ده سمري سريع للي احنا قلناه. بقول لك هنا ان الفرق دلوقتي واضح ما بينهم. فانت كصاحب مشروع او حد عايز تتطور او تطلع من ليفل الميديا باينج لحد بقى فاهم، يروح لشركه او يقعد مع شركه ياخد ارقام. بنستارت مثلا من 30 40 الف جنيه في الشهر. ملخصها هنا، لو هتشتغل ميديا باينج بس، او هيبقى البوزيشن بتاعك ميديا باير بس، فتمام. دوري ان انا اخش اشغل اعلان على الداشبورد واسيبه، واقول لك في الاخر والله دخل لك الريبورت بتاعك 1 2 3 4. بعت ما بعتش انا مش مسؤول عن اي حاجه في الفرونت. وده بنسبه كبيره اللي بيحصل فيه. البوزيشن ده بيتغير كتير،
بتشوفوه دلوقتي في السوق، اللي هو كل شهرين ثلاثه بنغير ميديا باير، بنغير ميديا باير. البرفورمانس ميديا باير لا، ده قاعد معاك بيدرس كل خطوه، عارف هيفتح الاعلان وهيقرا منه ايه وهياخد نتائج منه، يبني عليها ريبورت يحسن ال- ال- المبيعات بتاعتك. تمام كده يا شباب؟ طيب ندخل على السلايد اللي بعدها. ازاي افهم بيزنس؟ اكبر غلطه بيعملها اي ميديا باير انه يدخل يشغل اعلان على برودكت وهو مش فاهم البيزنس او أو المديول بتاعه ده ماشي ازاي. يعني على سبيل المثال، حضرتك دلوقتي براند هودز مثلا او ملابس، ببيع ملابس رجالي، بعت لك الكرييتيف بتاعي او بعت لك البوست بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه، فحضرتك كميديا باير دخلت، اه والله ده بيبيع للرجاله، السن بتاعه من مثلا 25 ل 35، عايز بقى الناس اللي متجوزه والشباب واللي عايشين في التجمع وعمال ترص في استهدافك، وشغلت الاعلان. جالك رسائل، العميل ده ما باعش، هنا كميديا باير انت عطلت. انا عملت كل حاجه صح بمفهومه هو او منظوره هو، ما خدش باله. طب هو السعر بتاع البرودكت ده مناسب اصلا ان انا شغاله على فيسبوك ولا انستجرام ولا شغاله على تيك توك؟ انا لما هاجي اعمل اعلان اعمله على انهي بلاتفورم؟ طب الفئه اللي انا بتارجتها دي آه، اماكنها فين؟ يعني بتستخدم انهي منصات اكتر؟ موجوده على فيسبوك، موجوده على انستجرام؟ طب بيخرجوا فين؟ طب عايشين فين؟ طب اوصل لهم ازاي؟ اللايف ستايل بتاعهم ايه؟ يعني الشباب او جين زي دلوقتي طالعين بالموضه بتاعت الاوفر سايز، او ده اوريدي بقى موجود، اللي هو اللوكال براندز بتاعت الاوفر سايز. الاوفر سايز ده علشان ابيعه اولا لازم اروح انستجرام، لان الفئه العمريه او جين زي تواجده على فيسبوك مش موجود يعتبر، فمش هوصل لهم غير عن طريق انستجرام. طيب لما اجي اصور البرودكت بتاعي، مثلا هعمل له فوتوشوت او هصوره في الشارع او ايا يكن، ايه اللوكيشنز اللي انا هصور فيها؟ لازم ابقى عارف الاماكن بتاعتهم، خروجاتهم شكلها ازاي، يومهم شكله عامل ازاي. لما هختار موديل هختاره شبههم، ما اروحش اجيب شاب او اجيب راجل 30 سنة واصور عليه الموديل وابيعه لجين زي، ما هو مش شبههم. فبالنسبة لهم هتبقى حاجة يعني منفرة، اللي هو ما انا مش فاهم ايه ده. فده باختصار يعرفك ليه انت محتاج تفهم بيزنس. لان باختصار كده البيزنس نفسه فيه مشكلة، الاعلانات مش هتحله مهما عملت. ودينا قلنا مثال، لو انت بتبيع ملابس للشباب، صورت في لوكيشن غلط، استخدمت منصة مش موجودين عليها، ما فهمتش البيهيفير بتاعهم والسلوك بتاعهم وتواجدهم فين وخروجاتهم شكلها عامل ازاي واللايف ستايل بتاعهم عامل ازاي، انت هتطلع تفتح اعلان ولا ليه اي لازمه. انت اصلا يعني بعيدا بعيدا عنك انت كصاحب براند، انا منظوري انت هتفتح اعلان لايه؟ يعني هتفتحه ازاي اصلا؟ انت لا عارف المنصه او البلاتفورم اللي انت هتشتغل فيها، ولا فاهم سلوكيات العميل اللي انت هتبيع له، ولا عارف تعمل له كرييتيف شبهه تبيع بيه. انت هتفتح اعلان تعمل ايه؟ فعشان كده بقول لك، لو البيزنس نفسه فيه مشاكل، مهما صرفت مش هي ولا اي حاجه هتحصل. ده بالعكس، ده هيكبر لك المشكله، ان ممكن انت بتصرف فلوس
وعندك خسائر ماديه، وكمان بتوصل انطباع غلط عن البراند بتاعك، ممكن تقفل اصلا، لان انت عمال تصرف وتظهر لناس، والناس عماله تشوف لا شبهنا طب ده الاعلان ده بيظهر لي ليه؟ فانت بتحفر في دماغهم ان البراند ده مش بتاعهم، فبتبعدهم عنه. حتى لو صلحت بعد كده هيبقى الموضوع صعب جدا ان انت تشيل الصورة القديمة من دماغهم. تمام. طيب، نفهم البيزنس ده ازاي؟ لازم اسأل نفسي شوية اسئلة، وهي اسئلة بديهية جدا، الموضوع مش صعب. المنتج او الخدمة اللي انا شغال عليها بتحل لي مشكلة؟ يعني انا بشتغل على كريم، كريم مثلا للبشرة. الكريم ده علشان ابيعه لازم يبقى في مشكلة، بيعالج بيعالج الهالات السوداء مثلا للستات. كريم حب الشباب، بيشيل النمش، لازم يبقى عندي مشكلة هطلع حل ليها وهو كريم. طيب، مثال تاني، الدبلومة اللي احنا فيها دلوقتي، كل واحد فيكم كان عنده مشكلة خليته يخش يسجل في الدبلومة دي. في اللي عايز يوفر آه، مثلا مصاريف ان يجيب حد يمسك له التسويق، لا انا عايز ابقى فاهم وادير انا مشروعي، دي مشكله. في اللي عايز يتعلم ازاي يعني لما هروح شركه ازاي ما بقاش شبه اللي جنبي، اطور نفسي ازاي في مجالي لو انا هشتغل في شركه مثلا. في حد تالت والله لا انا هشتغل فريلانس، فعايز بدل ما انا في سوق المنافسه انا دلوقتي ميديا باير زي التانيين، لا انا عايز اعدل المايند سيت بتاعتي او اطورها، وفعلا افهم مشكله السوق عندي في مصر او في اي دوله، ايه المشكله اللي بتواجه الشركات او بتواجه اصحاب البراندات، فلما اخش له بالحل فيبقى ليا الاولويه. فلازم تحط في دماغك ان اي بيزنس قايم على انه هو مش بيبيع منتج، هو بيبيع حل. الحل ده في شكل المنتج او السيرفيس اللي هو قرر يبيعها. وزي ما قلنا العميل ليه هيشتري؟ لازم تبقى عارف العميل هيشتري علشان يا اما هو محتاج، يا اما نفسه فيه في اللي انت بتبيعه كسيرفيس او خدمه، حاجه هتحسن حياته، حاجه ترند فشايف الناس بتقلده فبتشتريه وشايفه قدامه حواليه في الشارع، في البيت، في اي مكان، فاللي هو fear of missing، خايف ان الموضوع ده يفوتني مع الناس كلها بتشتريه اهو فانا عايز اشتريه زيهم. تالت نقطه او تالت سؤال بساله لنفسي وانا في البيزنس، السعر مناسب ولا لا؟ التسعير بتاعي للمنتج او الخدمه دي مناسب ولا لا؟ يعني لو عندي منتج ب 5000 جنيه او 6000 جنيه او 1000 جنيه، هل هو فعلا يستاهل الرقم ده ولا المنافسين ارخص مني؟ سيبك من جزئيه المنافسين ارخص مني، لان في طرق تخليك تبيع المنتج اغلى من ثمنه، بس ده بيبقى آه انت بتلعب على الفايبس اللي انت بتديها للعميل بتاعك. خلينا نسأل السؤال، هل هو فعلا مستاهل ده ولا لا؟ رابع نقطة، المنافسين بيعملوا ايه؟ لو انا داخل هشتغل زيهم وعايز ادخل مثلا سوق الملابس، هشتغل على الجاكيت ده عند 4 منافسين بيبيعوه في متوسط من 800 ل 1000 جنيه. لو انا هدخل في وسطهم، المنافسين دول بيشتغلوا ازاي؟ وعاملين الدعاية بتاعتهم او الكرييتيف بتاعهم بيصوروا ازاي؟ بيكتبوا ايه في الكونتنت؟ وعشان اخش في وسطهم، ايه اللي انا هتفوق او هتميز بيه قدام عميلي يخليني ادخل في المنافسه دي اصلا؟ ما هو العميل دلوقتي عنده 3
اوريدي بيبيعوا المنتج، انت جديد عليهم رابع، ازاي هتدخل كرابع في المنافسه معاهم؟ لازم تتفوق عليهم في حاجه، يا في سعر، ما تقوليش كواليتي، لان لو ما عندكش كواليتي للمنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك يبقى انت ما عندكش حاجه تبيعها اصلا. ففكره ان انا السيلز بوينت بتاعتي او نقطه القوه بتاعتي، الميزه البيعيه، اليو بي اس بتاعي، ان انا اعلى كواليتي، لا دي مش موجوده. احنا بننافس يا في سعر، بننافس بكرييتيف، بننافس بخدمه ما بعد البيع. لو انا ببيع منتج ممكن يحصل فيه مشكله فالعميل يرجع لي. دي النقط المشهوره اللي انا بدخل بيها. كل اللي انا بعمله بدخل للمنافسين وبشوف بيعلنوا ازاي، بيقولوا ايه، بيكلموا الناس ازاي، طب حالة الكومنتات، هم اكتف على البيج بتاعتهم ولا لا. تمام. يا شباب، طيب حد عنده أسئلة يعني في الجزئين اللي احنا اتكلمنا فيهم، الثلاثة سلايد دول؟ طيب أنا عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. يعطيك العافية. بدي أسألك شغلة. هلأ لما أكون بدي أعمل ماركتينج لمنتج جديد، هذا تمام. المنتج الجديد راح أكون شغال عليه على الماركتينج وعلى الأدز. مش بالفترة الأولى المنتج لازم تعرفوا الناس قبل ما يعني حد يشتري أو حد يسجل أو حد يبعت رسالة؟ مش في عنا فترة للشهرة؟ مش هذا الأولى بالمنتج؟ طيب سؤالك ده هجاوب عليه بطريقتين. تفضل. هجاوب عليه كميديا باير وهجاوب عليه كبرفورمانس. خلص اوكي، لانه من الطبيعي ومن المنطق انه المنتج باولها اللي مش معروف لما تشوفه اكثر من مره او اكثر من منصه تلاقيه، فبتلاقي عند الزبون فضول يشوف او يدخل او يبعت رساله بعد ما يشتهر او بعد ما ينعرف نوعا ما عند العميل. تمام. ما هو انا عشان كده قلت لك سؤالك انا هجاوب عليه بطريقتين. تفضل. انت دلوقتي خلينا نعمله بمثال، يعني قول لي كده اي منتج وخلينا ناخده كده واحده واحده عشان برضو الناس تبقى مركزه معانا. قول لي المنتج. يعني على سبيل نختار ايه المثال، مثلا؟ يعني بنختار مثلا انا كنت بدي اشتغل فيها هاي الشغله، زيت الزيتون الفلسطيني، التنكات، البيع. هلا في كتير منافسين تمام. بالسوق، وفي اسماء، وفي فلسطيني وفي سوري، فانا كنت بدي ادخل باسم جديد ومنتج زيت سوري. زيتون فلسطيني. طيب هلا المنتج ده اه المنتج ده فيه كام منافس ليك في نفس المجال بتاعه؟ كتير جدا كتير يعني. يعني هنقول أربعة اربع. عشان اوكي. الدايرة ما تبقاش كبيرة. أربعة. اوكي. أدي أربع منافسين. متوسط السعر اللي بيبيعوا بيه 400 درهم. أربع منافسين، متوسط سعره في السوق 400 درهم. يس. 400 درهم. طيب هكلمك بقى كميديا باير
اوكي. وهكلمك كبرفورمانس كميديا باير. انت دلوقتي جايب لي اهو زيت الزيتون، معايا 4 منافسين، متوسط السعر 400 درهم. فانت كده والله هتديني مثلا فيديو او صوره، هتعمل لي كرييتيف يعني، وهنعمل صحيح. الكونتنت بتاع البيع، صح كده؟ صحيح. طلعت الاعلان انا كميديا باير. الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها بتاعه المشروع لسه بيبدا، فانا في ستراكشر بشتغل بيه في الادز بيوفر عليك حته الانتشار والوقت بتاعها وكل الكلام ده. آه. بعمل ايه؟ انت ايه. دلوقتي المنتج ده انا محتاج ان انا اشتغل على اكتر من نقطه. انا الاول عايز اعمل انتشار، صح. وبعد كده الفت انتباه العميل اللي هو لفت الانتباه، اوكي. بعد كده التفاعل، وبعد كده خلق الحاجه صح. للمنتج. تمام كده؟ تمام. طيب هنتكلم مثلا على ميتا. لو انا هشتغل على ميتا اللي هي فيسبوك وانستجرام، اوكي. بعمل ايه بقى؟ باجي كده اقول طيب الانتشار ده عندي في فولورز. لو انا هشتغل على ميتا فعندي فولو، وعندي انجيجمنت، وعندي فيوز، وعندي المسجز. الاربع اهداف دول او الاربع حملات دول انا بشغلهم بارل مع بعض. حلو. خلينا ناخدهم واحده واحده بقى. الفولو ده بيعمل لي انتشار ولفت الانتباه، صحيح. ادي اول واحده. طب الانجيجمنت، التفاعل ولفت الانتباه والانتشار. الفيوز، شهادات. التفاعل ولفت الانتباه والانتشار وخلق الحاجه للمنتج. المسجز هبيع منها. صح. طيب الاستراكشر ده لما اجي اشتغل عليه، انا مثلا حاطط وليكن بادجت $50. حلو. لما هاجي اقسمهم تقسيمتهم ازاي؟ المسجز او السيلز بشكل عام بحط له 50% من البادجت بتاعتي. حلو. ال 50 التانية بتتقسم على الثلاثة كي بي ايز التانية. اوكي. تمام. الاستراكشر ده في حالة ان انت بتبيع عن طريق المسج. طيب لو عندي ويب سايت، لا ده انا هيزيد معايا ترافيك وهيزيد معايا الكونفرجن. طب هل النسب هتختلف؟ لا، النسب مش هتختلف. 50% للمسج والباقي 50، لا 50% على المسج، هتتقسم على المسج والكونفرجن اللي هي صح. طلبات الشراء من الويب سايت. ال من الويب سايت. 50% التانية هتتقسم معايا على الفولو والانجيجمنت والفيوز والترافيك. حلو. فلو انا الميزانية بتاعتي في اليوم $50 وقسمتها بالشكل ده، تعالى بعد اسبوع شوف كمية الداتا اللي انت جمعتها. لازم تبيع. الاستراكشر ده لازم يبيع معاك. يعني هذا بوفر علي وقت اني اوصل او اشتهر او اشتري المنتج بهالطريقه هاي. هو بيوفر عليك ان انت تقعد مثلا شهر او اتنين بتخلق يعني بتخلق الحاجه عند العميل. انت قاعد بتصرف على انجيجمنت وبتصرف فلوس على الارض في لايكات زي ما اتكلمنا كده في السلايد اللي فاتت. يعني هذا الفرق بين البيرفورمانس والميديا بير. لا ثانيه، الميديا باير لحد هنا ده الميديا باير اللي فاهم. احنا لسه اه. ستيل عندنا مشكله. اه. انت اوكي. اوكي. دلوقتي جاي لي، انا خدت منك تفاصيل عامله ايه. زيت زيتون فلسطيني، عندي 4 منافسين مثلا،
متوسط سعره 400 درهم، فانا لسه بعمل لانشنج للبراند، فانت اللي مسؤول عن الكرييتيف والكونتنت، انا كميديا باير ماليش دعوه. اوكي. انا هشتغل على ستراكشر بشكل معين يوفر عليك الوقت اللي انت هتاخده في ان انت تبيع او ان انت تبني البراند. اوكي. ده كده ميديا باير شاطر، اللي هو مثلا الليفل بتاعه سينيور، هيشتغل بالمنتاليتي دي. طيب لو عايزين بقى نشتغل عليه بيرفورمانس، اوكي. لا، الاسئله مش هتبقى كده. زيت زيتون فلسطيني، عندي 4 منافسين، هسألك سؤال، هل انت عايز تدخل في ليفل المنافس ولا عايز انت تبيع بسعر مختلف؟ ابيع بسعر حلو قوي، مختلف. ماشي، يبقى هنعيد نفس الحاجة. ادي زيت زيتون، انا هخرج بره المنافسين خالص، انا هبيع بسعر مختلف. تمام، حلو. نفس الاستراكشر اللي قلته ده هنشتغل عليه كاعلانات، ما عندناش فيه اي مشكله. هسالك بقى فيه، انت هتبيع عن طريق المسج ولا هتبيع عن طريق الويب سايت ولا الاثنين؟ مسج. تمام، رسائل، اوكي. طيب عايز تبيع بسعر مختلف، يبقى لازم تهتم بالكونتنت بنسبه 200%. ليه بقى؟ سعر مختلف لمنتج موجود، احنا قلنا انت مش بتبيع منتج، انت بتبيع حل. حل مشكله. صح. ففي الحاله دي انت واخد البراند بتاعك، هو مش زيت زيتون، انت مش بتسوق لزيت الزيتون، انت هتبدا تاخده في حته اللكشري. ازاي يعني؟ يا اما تاخده في حته ان هو بريميوم قوي، وده بتخلق عليه طلب ان هو مش موجود، او ان انت كل المحتوى بتاعك رايح في سكه المحتوى التعليمي. بمعنى انت ما بتكلمنيش عن المنتج، انت بتقول لي فوائده ليا ايه. اوكي. فاهمني؟ يعني فهمت عليك. هتقول لي عايز تنظف الكلى، محتاج هتعمل 1 2 3 4. فكل الاستخدامات بتاعت الزيت هتبدأ ان انت تسردها لي في شكل قصة من غير ما تقول لي انا عندي زيت. فهمت عليك. فلما هاجي اشتري، انا جاي اشتري منك اللي انت عرضته لي، مش جاي اشتري منك المنتج. حلل المشكلة اللي انت قلتها لي. انما هتقول لي اصل هو افضل زيت زيتون في العالم، اصل هو بيتعصر مش عارف فين، اصل الازازه بتاعته جايه منين، كل الكلام ده انت زيك زي المنافس، استحاله مستهلك. تعرف تبيعه بسعر اعلى. صح. تمام، دي حاجه. طيب خلاص، احنا حددنا لو انا هبيع بسعر مختلف انا محتاج اهتم بايه. طيب انت قلت لي ببيع عن طريق المسج، ببيع عن طريق المسج، فلازم تكمله للي احنا عملناه في الكونتنت هيجيب لك كاتيجوري ناس معينه، اللي هيشتغل في المسج ده لازم يبقى فاهم المنتاليتي بتاعتهم ايه، هيبيع لهم ازاي. وده اللي احنا هنتكلم عليه في السيشن بتاعت السيلز فانل. اوكي. ازاي تعمل بريف مظبوط تشرحه للسيلز اللي شغالين معاك، ويبداوا ان هم يتدربوا ان هم يردوا على الحالات اللي هتجيلهم دي. ازاي يتعامل مع العميل اللي داخل يشتري مثلا منتج ب $1000، ده مش هيدخل يفاصل معاك، ده صح. مستني معامله مختلفه. لعبي.
VIP بالظبط كده. فحسب الكاتيجوري اللي انت هتخاطبه لازم تعمل له الرحله بتاعته. ده حلو. داخل مش باصص على سعر المنتج ولا باصص على حاجه، هو بيشتري منك الحكايه او بيشتري منك الحاله اللي انت بتبيعها له، بغض النظر المنتج ايه. حلو. تمام. تمام. طيب يبقى زي ما قلنا، او خلينا نرجع كده، احنا كنا واقفين عند الاربع اسئله اللي انا بسالهم لنفسي بزنس. وانا داخل المنتج. اتفضل. سوري، بقول لك البيزنس اندرستاندينج كنا واقفين. تمام. يبقى احنا كده عندنا 4 اسئله بنسالهم لنفسنا. هو بس استاذنك تقفل المايك علشان الناس تسمعني، ولو في سؤال تاني بقى قول لي عادي. ال4 اسئله اللي انا بسالهم لنفسي، واستاذ نور معانا يعني ادانا سؤال وضح لنا الجزئيه دي بشكل كامل. فخلينا نقول بقى بشكل تفصيلي. انا عندي في الكورس او عندي في البرفورمانس ماركتنج لازم نفهم بيحل مشكله ايه. الصوت تمام؟ طيب في ناس بتقول لي تمام. دكتور، هو الصوت تمام، بس هو طلع تايمر دلوقتي ان الكول هتنتهي بعد 15 minutes. اوكي تمام. لا هيبعتوا لكم لينك تاني مفيش مشكله. هو بس علشان في حد باعت في الجروب بيقول إن في مشكله في الصوت. طيب خلينا نقول مثال عملي تاني يوضح الجزئيه دي، وهتلاقوني بربط الامثله بتاعتنا بالكورس اللي احنا فيه، لان خلينا في الاول وفي الاخر بعيدا عن ان هو محتوى تعليمي، هو كورس انت اشتريته لاحتياج ما. فاسهل مثال هتقدر يعني هتقدر انت تستوعبه الكورس اللي انت اوريدي دخلت فيه او الدبلومه اللي انت دخلت فيها دي. فلو هنيجي نطبق عليها الاسئله بتاعتنا، احنا قلنا اول سؤال عندنا بيحل مشكله. هو بالنسبه لك او بالنسبه للسوق بيحل لي 3 مشاكل. ناس زي ما قلنا عايزه شغل وعايزه دخل، ناس عندها مشاريع او عندها براندات عايزه هي تشغلها، وناس عايزه تشتغل في شركات او تشتغل بره مصر. فكده انا عندي 3 مشاكل الكورس ده بالنسبه لهم حلول. طيب مين اللي هيشتري؟ ده التارجت اودينس. اللي هيشتري حد من ال3 اللي عندهم المشاكل دي. نسبتهم كام في السوق؟ لا موجودين وكتير. المنافسين اللي بيبيعوا نفس الكورس ده بيقول لك جملة واحدة: اتعلم واشتغل بالدولار. خد كورس مسجل مش عارف فين، في ظرف ب 250 جنيه مثلا هتاخد سيشن مش عارفة ايه. انا يعني مش قصدي اخبط في حد، بس بحاول اوصل لكم المثال. هتلاقي كورسات كتير اللي ب 600 واللي ب 1000 واللي ب 5000. طب وكلهم تحت شعار اتعلم واشتغل، اتعلم واشتغل. طيب احنا عندنا في الدبلومه انا بقول لك ايه؟ لو انا عايز اطلع بكورس في وسط المنافسين، اولا انا حطيت سعر لا عالي ولا قليل. مش انا ككريم يعني كشركه قايمه على الموضوع. لما جت تعمل المحتوى بتاع الكورس هي ما قالتلكش
تعالى واتعلم اعلانات ممولة، او تعالى هعرفك ازاي اخر التحديثات، او هقول لك مش عارف تطلع استراتيجيات ازاي، او احضر الكورس مسجل. دي النقط البيعية اللي هي اشتغلت عليها. ليه؟ هي شافت ان كل الكورسات اللي موجودة بتقول لك الكورس مسجل، فانت هتدخل تسمع شرح زيك زي اليوتيوب. طيب المحتوى بتاع الدبلومة، بما ان هو مسجل، فالمحاضر اللي داخل يشرح هو يا بيشرح كيس ستادز، حاجات هو اللي عملها وبراندات هو اشتغل معاها، او ان الناس اللي موجودين في السيشن زي ما انتم موجودين دلوقتي بتسالوا اسئله فهو بيجاوبكم انتوا، فبيجاوب كل واحد على الكيس بتاعته. طب لو حد جالنا من بره سمع الكورس ده، شرط ان هو يستفيد 100%؟ لا. طيب خدت المحتوى ده وطلعت، طب انت طالع ببوزيشن ايه؟ ميديا باير. لما تيجي بقى تدخل السوق باللي انت اتعلمته، هتلاقي في كتير قوي معاك في المنافسه. فلما تيجي تطبق الكورس اللي انت خدته، هتلاقي ان في 10,000 ان ما كانش مليون واحد بيعملوا نفس اللي انت بتعمله، ولحد نقطه معينه بيقفوا الستوب، وهو انه مش قادر يكمل بعدها. انا مش عارف ايه اللي المفروض يحصل بعدها. فعشان كده بنقول لازم تبقى مميز. وحته ان انا اعلى جوده، لا، ده مفروغ منه. لازم يبقى عندك كواليتي، والا كده انت ما عندكش حاجه تبيعها. النقط اللي احنا اتكلمنا فيها على مثال البرفورمانس دي، او على الدبلومه اللي احنا فيها دي، هي دي اللي بتميز الكورس، اللي خلتك انت كمشترك لما تسمع والسيلز يشتغل معاك عليها، اه انا عايز فعلا اتعلم ده، انا مستني السيشن ده. ليه؟ لان كل نقطه من النقط اللي احنا قلناها هي فعلا مشكله موجوده في السوق. انا ما بحبش احضر المحاضرات المتسجله، ما بحسش ان انا استفدت. لا، انا عايز ابقى مع المحاضر كده. فدي مشكله حلتها لي. مش عايز يبقى كلام، انا ابقى بشوف كيس ستادي او حد بيشرح لي سكرين وانا مش فاهم حاجه. لا، انا عايز اطبق عملي، او عايز اطلع اخر الكورس معايا دبلومه، معايا قصدي بروجكت شغال عليه، سواء انا صاحب مشروع او لا، مشروع انا هبنيه من خلال الكورس، علشان فعلا اطبق عملي. فده موجود معاك. السعر في الفئه اللي هو لا عالي قوي ولا قليل قوي، لان انا في ليفل المنافسه. انا مش هروح اقول لك ب 200 جنيه ولا ب 600 جنيه، ولا هقول لك ب 10,000 جنيه. لا، انا هديك السعر اللي اقدر انافس بيه، ولما اعمل اوفر انافس بيه اكتر. فاهم غلطه بيعملها الميديا باير او بيعملها البيزنس اونر اللي هيشتغل على اللي عايز يشتغل، يعني بيركز على الاعلان وينسى كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده. طيب انت كبرفورمانس ماركتير، دورك الحقيقي انت مش شخص بينفذ، انت مش ايد بتدوس على زراير، انت واحد بتفهم وبتسأل الأسئلة دي، بت... بتقترح احسن ازاي بناء على النتائج اللي موجودة. وكمان بساعد في السيلز فانل بتاعي، البراند اللي انا شغال عليه ده بيبيع ازاي، او انا كصاحب مشروع بالمنتاليتي دي انا ببيع ازاي، ببيع عن طريق مكالمة تليفون، ببيع عن طريق شات. آه ايه الطريقة اللي بتعمل كلوزنج للديل بتاعي. في ناس بتلاقي لما الاعلان مش بيبيع يروح جاري، طب ما نرفع التكلفة. لا، رفعت التكلفة خسرت اكتر. طب الصح ايه؟ الصح انك تبص على اجابات الاسئله اللي انت سالتها دي، عامل كونتنت مظبوط، زي استاذ نور كده في الزيت. هو برودكت موجود، طب هل المنتج معلهوش طلب؟ لا، موجود وعليه طلب. طب انا الكونتنت بتاعي شكله عامل ازاي؟ مصور الكرييتيف بتاعي ازاي؟ عامل فيديو، عامل ريل؟ الناس اللي عايزاه موجودين على اني بلاتفورم؟
طب هل الكونتنت باين منه او المحتوى بتاعي الكابشن باين انا ببيع ايه او انا محتاج ايه من العميل؟ يعني محتاجه يبعت مسج، محتاجه ان هو يدوس لايك، محتاجه يتفاعل معايا، هل رسالتي من الاعلان واضحه؟ كل دي او الثلاث اسئله دول مهمين جدا حتى والكامبين شغاله، لان دول اللي هيحسنوا معاك الريزلتس. لحد قبل الثلاث اسئله دول ده دور الميديا باير، خلاص وقف، مش عارف اعمل ايه، اخري هرفع لك التكلفه وبيخش لك رسائل، وشد بقى السيلز اللي عندك دول ربنا يبارك لهم كده ويجيبوا لنا مبيعات. لكن فيما بعد ده شغل تاني خالص ومايند سيت تانية خالص، وورقه وقلم وبتقعد بيها زي ما قعدنا كده في 10 دقايق جاوبنا على السؤال. وعشان كده هتلاقي البرفورمانس او التايتل ده مش بيلم براندات، يعني ما تلاقيهوش معاه 15 20 بروجكت شغال عليهم في وقت واحد، مش هيلاقي لهم وقت. الميديا باير بيرفع اعلان، فما عندوش مشكله يبقى معاه 100 براند عادي، لان هو خلاص انا رفعت الاعلان بتابع نتائج قاعد فاضي. البرفورمانس لا، ده عايش في البراند، بيشوف كل تفصيله فيه، وكل بلوك او فيز في السيلز بتاعه او في الفانل بتاع البيزنس ده هو موجود فيها وبيرفع من كفاءتها. فخلاصه السلايد بتاع البيزنس دوت، فهمت البيزنس صح بشكل عام. لو اديتك سيرفيس، اديتك منتج، اديتك ايا يكن ايه اللي انا ببيعه، هتعرف تبيعه. فانا عايزك تطلع من الموديول ده المايند سيت بتاعتك ازاي مترتبه ان انا لما اجيب لك اي حاجه تبيعها. ما تحصرش التفكير بتاعك في ان انا والله انا هبيع ملابس بس او هبيع مش عارف ايه بس، لا. وهديك الرود ماب، يعني لما نفتح اللينك التاني هو كده احنا خلصنا التو سلايدز دول، هنقعد ندردش كده مع بعض ونختار، يعني كل واحد فيكم هيديني منتج وهنقعد نكتبه سوا تفكر فيه ازاي. الجزئية دي مهمة علشان هتكمل بيها. زي ما قلنا في الأول احنا ترتيب الكورس بتاعنا من أوله لآخره ده بيزنس كامل، علشان في الآخر انت السيرتيفيكيت بتاعك انك تاخد الكلام ده تعمل بيه مشروع، تطلع لي ببرزنتيشن او بروبوزل مشروع. فالجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دي لو سقطت منك هتلاقي اللي جاي مش مستحيل بس هيبقى تقيل. فاهمني؟ تمام. هو كده اللينك ده فاضل فيه 4 دقايق. هخلي الشباب يبعتوا لنا لينك تاني، وزي ما قلنا اللينك التاني ده انا كده خلصت التو موديولز النهارده. يعني ممكن اوريكم السيشن الجايه هنتكلم عن التسعير، وهنبدا ان احنا ندخل في الاودينس. دول هيبقوا معانا في السيشن الجاي ان شاء الله. مش عايزك تشغل بالك بيهم دلوقتي، انا عايزك تقف لحد دي. وزي ما قلنا اللينك الجاي احنا هنطبق عملي، احنا موجودين اهو في الجروب، عايزين 4 أو 5 منتجات بشكل عام، مش لازم تبقى شغال بيها او انت صاحب البراند او ايا يكن. اي منتج يجي في دماغك او اي سيرفيس نكتبها ونحللها كلنا مع بعض. اتفضل يا استاذ نور. لازم يكون منتج ولا غير منتج؟ يعني انا اي عندي حاجه، اي حاجه خلاص. اوكي. منتج، خدمه، منتج دي يعني المخده كيس المخده بالنسبه لك منتج. لا، لانه عندي شغله آه كثير صعبه للتسويق. ما انا بقول لك انا بس عايز اثبت دي في دماغك، ان اوكي. انت لما يجي لك اي حاجه هتعرف تمشي فيها ازاي، اوكي. وهتسال اسئلتك ازاي وتجاوب عليها ازاي.
علشان تبني عليها اللي جاي. زي ما قلت لك السيشن الجاي احنا هنبدا ندخل في التسعير. طب صح. هسعر ازاي؟ وهسعر اوت اوف ذا بوكس مع يعني زي ما قلنا كده، في الحاله اللي انا هبيع للناس لاكشري او انا ماليش دعوه بسعر السوق، ولا هدخل في السوق والمنافسين. صحيح. والاودينس هفلتر الاودينس بتوعي ازاي واشتغل عليهم ازاي. احنا لو مظبوط. جينا في الاودينس كده يعني سريعا عشان ما تتلخبطوش، الاودينس ده قدامكم الشارت، دول 4. كل شريحه من الاودينس بتوعي محطوطين فين، وانهي شريحه فين منهم اللي بتشتري، وازاي اوزع عليهم السيزون بتاعي او السنه بتاعتي لو انا عندي 4 شرايح من العملاء بتشتري. فقصه. فانا علشان ما تقعوش مني، محتاج ان كل سيشن او كل يعني كل مديول نخلصه ابقى متاكد ان انتوا فاهمينه بنسبه يعني 200%. ما تسيبش سؤال. تمام كده؟ ماشي. هو فاضل دقيقه، هيجهزوا اللينك ويبعتوه. لو عايزين تاخدوا بريك 5 دقايق او 10 دقايق وتدخلوا، تمام، ابعتوا على الجروب قولوا لهم. واول ما اللينك يجهز هبقى مستنيكم.